السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم قناه مطبخ ياسمين واشراف. اليوم جبت لكم واحد الشوربه صراحه كتجي زوينه وكتجي لذيذه وخفيفه، كنتمنى تعجبكم. دوزو المقادير وطريقه التحضير. ما تنسونيش باللي لايك وكومونتير زوين واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كما كتشوفوا معايا خديت واحد الكاسرونه، غادي نضيف عليها شويه ديال زيت البلديه، تقريبا واحد 2 معالق كبار، وغادي نضيف القشور ديال القيمرون. كنت غسلتهم من قبل ونقيتهم، وغادي نشحرهم مزيان، تكون العافيه مجهده وتشحروا فيهم مزيان وتدقوهم باش كيخرج منهم ديك النسمه ديال الحوت اللي فيه. صافي، ومن بعد غنشحروا مزيان كما قلت لكم، العافيه تكون مجهده. كما كتشوفوا معايا خديت الكوكوط، درت فيها البصله. كان عندي هنا طاطا حلوه كانت مقوليه، ودرت هنا واحد خيزوه قطعتها دوائر كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف الكرعه الحمراء. بغيتو ديروا بطاطا عاديه ديروها، المهم لكم الاختيار. صافي، غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نشحر هادشي مزيان. الا عندكم البورو ديروا البورو، وشويه ديال الكرافس. صافي، انا غادي ندير هادشي فوق البوطه حتى يتشحر مزيان. ومن بعد غادي نضيف التوابل. ضفت هنايا 2 وراق سيدنا موسى والكرافس. غادي نضيف الزبده، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، تكون نوعيه جيده، ولا غير هذيك ديال لابريري حتى هي راه زوينه قاضيه الغرض. صافي، كنشحر هادشي مزيان. من بعد غادي نضيف التوابل، غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه البزار، شويه ديال التحميره والزعتر، غادي نحكم ما بين يديا. وغادي نضيف الثومه بودره. الا ما عندكمش ثومه بودره ديروا في الصوص ديال الثومه تقريبا 2، خليهم صاينين ما تقطعوا ما والو. صافي، غادي نبقى نشحر في هادشي كامل حتى تنسجم لنا العطريه مع الخضره، والخضره تطلق مع بعضياتها. كما كتشوفوا واحد الجهه دايره فيها داك القمرون، ضفت ليه الماء غير ما تصورتوش. ضفت الماء بدا كيغلي، ضروري خصو يبقى يغلي داك القمرون كما كتشوفوا معايا. صافي، من بعد غادي نطفي عليه وغادي نطحنو وغادي نصفيه، ضروري خصو يتصفى. هو اللي باش غادي نروي به هاد الخضره هذه.
ملي خليته حتى غلى داك القشور، وعاد غادي نطحنهم كما كتشوفوا معايا. تاخذوا الميكسور وغطحنوه، طحنوه مزيان، ومن بعد غادي تصفيوه. من بعد ما صفيتو كما كتشوفوا ضروري خصكم تاخذوا شي صفايه رقيق باش يتصفى، باش ما تبقى حتى شي شوكه ولا شي قشور ديال القمرون. صافي انا غادي ناخذ هاد الماء اللي بقى، غادي نفرغه في الكوكوط وغادي نسد عليه ونخليه حتى يطيب. نتوما غديروا الماء كافي اللي غادي يطيب لكم هاد الخضره هادي، ما تكثروش الماء. من بعد ما طابت الخضره صافي غادي نطحنها في الميكسور، ومن بعد غادي نضيف ليها الحوت. عندي قمرون وشويه ديال الكالامار قطعته طريفات صغار، صافي طحنوه مزيان. غسلتهم مزيان ومن بعد غادي نفرغهم مع الخليط ولا في الطنجره صافي حتى كيبدا يغلي. من بعد غنبقى نحركهم مزيان حتى يطيبوا. ومن بعد غادي نضيف واحد نص عصير ديال الحامض حتى طفيوه البوطه، وعاد نضيفوا العصير ديال الحامض. الصراحه كتجي زوينه بعد العصير ديال الحامض. غادي جربوها، راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه، ما تشبعوش منها وصحيه. هذا هو الشكل النهائي ديال شوربه الحوت اللي قدمت لكم اليوم. صراحه كتجي زوينه وكتجي خفيفه كما كتشوفوا معايا. رافقتها بالتمر، بغيتو ترافقوا معها بالحلوه الشباكيه ولا الفريوات اللي عندكم، غتنفعكم حتى في سيدنا رمضان ان شاء الله المقبل. المهم غير جربوها، راه كتجي زوينه. الا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، ما تنسونيش بلي لايك كومونتير زوين. نتلاقاو في فيديو جديد وبصحه وراحه.